اقول لك بيش هاي الجوارب؟ يا نوعية تريدها انت؟ هاي ثخينة شوية، بس ما قلت لي هي تسوي ريحة لو لا؟ حسب، اذا يومية تغسلها وتغسل رجليك اكيد ما تسوي ريحة. خايش يغسل منها يومية، غير انا البسها بداية الشتاء ومازعها الا الشهر الخامس. بهالحالة انت تفيد العراق، اي دولة تعاركنا نشمر لها فردة من جواريبك ونسفرهم للعزيز الجليل. هسه بلا الحكي، قل لي بيش تريدهن؟ الزوج بألف. ايش دعوة بألف قابل بلوزة؟ هي جاروبة. عم انت مو شراي فليش تدوخني بعد؟ هاي هي لا انطيني فردة واحدة. ما يرهم، لازم تاخذ زوج. لا اريد تك، لان عندي التك الثاني في البيت بس اختها راحت للاسف. بس لا ضاعت بالغسالة. لا ياوا، ذول الجهال كانوا يلعبون شرطة وحرامي، فابني قيدان عود حرامي ولابسها براسه، وبعدين يجي يريد ينزعها وما نزعته وراد يختنق، فسويت له بيها فتحة بمكان الحلق على المود يتنفس منها وما يموت، وخسرت جاروبه. يا باي الحقولي الولاد راح يوقع. قاعد تسوي؟ ما تروح تساعدهم. اوقف خل اصورهم بالاول. الحقولي سمك الكيلو ب5 سمك. تعال على غيرتك، ها اذا عندك غيرة. شو اسوي؟ رجلي خضرن من الخوف وما قدرت اركض لهم. يلا هالشي خوش لقطة صورت. اي والله بس شفته والسمك جاي منك بديت اصور. هو انت ايش مدرك ان الولاد راح يوقع بنص الماي بسيارته بالسمك وما يصير عليه شيء؟ هذا يسمونه الحس الاعلامي. انتم ما عندكم هذا الاحساس فما راح تفهمون معناه. خلف هذا انت ناشر المقطع على تيك توك مو؟ نشرته قوي شوي على مود امسح من الجهاز لان ذاكرته خلصانه. شو ليش ما شفت ايش قد محصل مشاهدات؟ لا ايش قد؟ حصل 70,000 مشاهدة خلال 10 دقائق. لا بربك. لا هو هاي ما اخر فلوس المولده، بس مره واحده تاخرت يومين اشوف هذا حوالي المتابعين هسه احنا بقهوته وشوارب، ومثل ما نلاحظ العطاله والطاله قاعدين ويصفطون كذب من صباح يطلع. شبيك يا معوده وزيدان هاي ايش تسوي؟ وهذا اول عطاله وحمودي ونشوفه يعترض على التصوير. ايش تصور غير نفتهم؟ كات زيدان كات. اخوان بعد ما نشرت المقطع مالت الطفل ما شفتوه له لا، فالمقطع جاب هوايه مشاهدات، وهالشي صح بيه موهبتي الاعلاميه، وقررت اصير اعلامي محنك. وتيجي تصور بينا وتشهرنا. لا تخافوا ما راح تطلع اسماءكم بس وجوهكم تطلع. بابا شوف احلى التصوير، حتى فلتر هنش انت بخلي لكم. ومثل ما نلاحظ العطاله والطاله قاعدين ويصفطون كذب نص واحد يطلع. هو لك حيوان هاي شو نسوي بينا؟ قلت لك صور مثل الاوادم. ابو زيدان اذا تريد مصور وياه كان موجود. هذا الشخص هو مثال للتفاني والاخلاص، ترك حياه الترف والبذخ في بنغلاديش وجاء الى العراق لاجل المشاركه في البناء والاعمار. نعم انه اميت، اهلا وسهلا. سهلا واهلا. اميت شنو رايك بالطاقه النظيفه؟ نزيف زين احسن من وسخ. اقصد الطاقه النظيفه. لازم كاتل نزيف، رباط نزيف، ملابس كلها نزيف. نشكر الاخ اميت على هذا اللقاء المثمر. ابو حمود بعد خلينا نتوجه لغير لقاء. الشاعر ابو الاحساس مزهر الحساس، اهلا بك بهذا البودكاست. اسمه بودكاست. المهم احكينا شعورك من تاكل مشتقات الحشيش والتبن. مشتقات التبن؟ اي مو نبات انت. اخي احنا النباتيين فقط ما ناكل لحم، عادي ناكل بقوليات، ناكل تمن وكل شيء. بعد شنو مشتقات الحشيش؟ قصدي الكروفوس رشاد هاي السوالف، ذني مشتقات الحشيش. اخي انت منو سواك اعلامي؟ خالتك. هسه تسألني اسئلة مفيدة وجادة لو ننهي البودكاست. اوكي سؤال اخير، ويا ريوكي تطلع منه لا اكسر الكاميرا فوق راسك. يتجدد لقاءنا متابعينا الكرام مع الدكتور عزت مدير مال مستشفى حي العطلات. اهلا وسهلا بك دكتور. هذا بكم ونشكركم على هذا اللقاء وتسليط الضوء على الواقع الصحي للمنطقة. دكتورنا العزيز سؤال طبي، ليش السكرتير مالك دوم رافع خشمه؟ ما ادري الصراحة، يجوز عنده نزيف بخشمه وما يريد الدم ينقط على السجلات. اي صح سبب مقنع. سؤال ثاني، ليش ما تسوي عمليات كبرى هنا؟ اخي احنا هنا مستوصف صحي خو مو مستشفى. بعدين بالاول خلي يوفروا لنا كانيولات، بعدين عود نفكر بغير امور. سؤال طبي اخير دكتورنا، من يجيك المريض يشكي من بطنه وانت صاعد على الرمبة، شنو اول شيء تفحصه بيه؟ اري هو مالي بوا صعد على الرمبة اخي، اسمها السدية، وثاني مرة لا تجي تسوي لقاء هنا، تعال للعيادة وادفع كشفية وتدلل. والله العظيم راح اتخبل. خير شكو؟ شو بس اول فيديو مالت الطفل او السمش طق،
باقي الفيديوهات ليش ما بيها مشاهدات ما أعرف. فيديو الطفل حلو ومشوق طبعا يجيب مشاهدات، باقي الفيديوهات بايخة ما بيها معنى. يعني قصدك هسه إذا زيدان يتعلق من ستاره وصوره هم راح يصير ترند؟ لا بعد لازم تنوع، وبالذات بهذا النوع من الفيديوهات. يا نوع قصدك؟ الفيديوهات اللي بيها اكشن. شلون يعني اكشن؟ ما افتهمت. شو عدد لي افلام اجنبيه دراميه؟ هو غير عرشين دراميه بالاول حتى عدد ليش؟ لا عدد لي افلام اجنبيه بيها طلايب وبوكسات ورمي. الهدف الصعب والضربه المزدوجه مالت فان دام، والمدمر والكوماندوز مالت ارنولد، ورامبو وكوبرا مالت سيلفستر. تريدين بعد؟ شفت؟ هو هذا الاكشن اللي الشعب يعرفه ويريده، مو رايح مصور له ويا مزهر الحساس. اها هسه فهمت قصدك. عبسكة هالمرة ما تجيبون مخدرات وتشتبكون ويا الشرطة، نريد نجي نصوركم. نجيب قلت مخدرات. استاذي اضيفهم؟ لا سعود دوق ما يصير بعدين. يا ابو زيدان ليش تريد تجي ويانا وتصور؟ والله انا اعلامي وابو حمود المصور مالي، ونريد شغلات اكشن حتى نصورها. عمي ذني ما تلقون يمي، انا رجال على باب الله واشتغل بالمقاولات. خلي ولا قلت عبسكة. لك ما عندي اكشن، ليش تريني اخلي سعود دوق يضيفكم؟ لعد وين ولي هسه؟ روح للسجون هناك اشكال مجرمين وتحصلون القصص من الاكشن ايش قد ما تريدون. ما يخالف، بس جايبين موافقات؟ طبعا هاي الموافقات مالتنا طلعناها ب5 دقائق. هذا هو العهد. شرطي تعال خذهم جوا يم المساجين. عندك اليوم 3 تسوي وياهم لقاء، وكل واحد جريمته بشكل. يا رزاق يا مسهل الارزاق، شنو جرائمهم؟ الاول خطف، الثاني نصب واحتيال، اما الثالثة جريمة القتل. بعد ما التقينا بربعك الخاطف والنصاب نختم لقاءنا وياك. شنو جريمتك احكي لنا؟ قتل. لمن قتلت بالضبط؟ يشي فيه زوج اختي. وعليش قتلته؟ والله رجعت للبيت وانا مكسل ودمي فاير، لقيت اختي تبكي، قلت لها ايش بيك؟ قالت رجل ضربني راشدي. وهيك ضاربها بدون سبب؟ لا هو انشاق وياها وهي تافلة عليه وطاقها راشدي. السالفة مو هنا، السالفة شلون اختي بعيوي تنطق، يا قاعد زقب بالعيني. ويا هو بعيوي غير اني شنو عثول انت؟ كمل. فرحت عليه ولزمته كسرت ايده، بس ما فوخ قلبي الى ان حطيت طلقه براسه. وهسه متندم انت؟ هي فول متندم. شفت خلوفي؟ هاي مالت السجن جابتكم مشاهدات، مو قلت لك؟ والله انت هم عندك حس اعلامي. انت قرأت تعليقات شو تقول له؟ لا شو تقول؟ كلهم يقولون كفو من بعاوي، اخو خيته والنعم منه، والله يفرجها عليه. بابا قوم الشرطة اجت تاخذ زيدان وحمودي. شلون؟ ليش معتقلينهم سيادة الضابط؟ شو مسوين؟ اسألوهم لهم شو مسوين؟ شو مصخمين ولك زيدان؟ عليش اعتقلوكم؟ كل شي ما سوينا، بس جو هذيك المنطقة جو يمنا عندنا سواق، ومن غلبناهم شقوا الطبة مالتنا وشردوا. طبة هي نفسها طوبة مو؟ ايوه احنا ركضنا وراهم واختطفنا واحد من عندهم وردنا ندششه والشرطة لزمتنا. هاي هيك مسوي حمودي، ايش بيكم انشلبتوا؟ الى الواحد شلون يصير اخو خيته وما يخلي حقه يروح؟ وانتوا ليش علمتوا هاي السوالف مالت اخو خيته ولازم تخطف وتقتل؟ الى عند ابويا والزيدان من كانوا مصورين هذا الكاتب رجل اخته، والعالم تقول عليه اخو خيته، شو قابل هو احسن من عندنا؟ لا يا دسزية تريدون تذبوها بروسنا. هي اول وتالي بروسكم. انتوا قبل لا تسوون هذا البرنامج سويتوا دراسة جدوى؟ وعليش جدوى؟ هو احنا ناكل من شدنا وتعبنا. جدوى مو جدوى. وبعدين شنو هدفكم من هالبرنامج؟ اذا عبالك مشاهدات وفلوس فاقول لك انت غلطان. احنا هدفنا توعية الناس حتى ما يصيروا مثل ذول المجرمين. تدري انت احصائيا هاي البرامج تزيد معدلات الجريمة الاولاء. شلون يعني؟ بوقتها بامريكا سووا برنامج من هالنوع اسمه سكيرت ستريت، وكانوا ياخذون الاطفال للسجن حتى ينرعبون وما يصيروا مجرمين مستقبلا. تدرون ايش صار؟ ايش صار بالله؟ معدلات الجريمة ارتفعت بشكل ملحوظ بين الاطفال اللي اشتركوا بهذا البرنامج بالذات، وبالتالي لغوه. يلا ادفع الكفاية مالتنا نريد نطلع. لا يا ابني وين تطلعون؟ ظلوا بالسجن حتى نجي نسوي لقاء وياكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.